وجود بند في قائمة الأندية بيشترط إشراك 5 ناشئين بمعدل 600 دقيقة لكل لاعب في الموسم، واللي ما ينفذش ده يتخصم من النادي نقطة على كل لاعب ب5 نقط، هيأثروا جدا على مشوار النادي ده في المنافسة على القمة أو في المنافسة على الهبوط. رقم 2، عودة دوري المدارس دوري بيبسي تحت إشراف لجنة أجنبية. رقم 3، إشراف أجنبي على قطاع الناشئين في كل الأندية، والاختبارات تكون تحت لجان أجنبية تجنبا للوسائط والمحسوبية. تصعيد اللاعبين الناشئين من سن 18 سنة للفريق الأول عشان لما يوصل 22 سنة يكون في البرايم بتاعه. رقم 5، الراجل الطيب اللي احنا ما شفناش منه اي حاجه وحشه، الكابتن ربيع ياسين، ده يرجع تاني يمسك منظومه قطاعات الناشئين كلها في مصر. احسن كشافه اكتشفت لاعبين في تاريخ مصر، منهم بس 9 لعيبه لسه كانوا بيلعبوا مباراه غينيا بيساو مع الكابتن حسام حسن: ابراهيم عادل، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، احمد نبيل كوكا، محمود صابر، محمود حسن تريزيجيه، واسامه فيصل، وحسام عبد المجيد. 9 لعيبه في المنتخب الاول اكتشفهم بس ربيع ياسين، غير لعيبه كتيره جدا ونجوم كتيره جدا قدمها للكره المصريه.